ترسيخ دولة الحق والمؤسسات. 9 آذار مارس 2011 العاهل المغربي محمد السادس يخرج في خطاب للأمة. وصف الخطاب بالتاريخي بتوصيف أدق، كان فعل سياسة استراتيجيا. أقر الملك بأحقية تطلعات الشعب، كان يتحدث عن مظاهرات تخرج بتنظيم من حركة 20 فبراير، ثم أعلن التزامه بإصلاح حقيقي. كلام سمع مثله بتفاوت في بلدان عربية أخرى كانت تموج بالغضب والثورة، لكنه كان يقال والرصاص يفتك بالمتظاهرين، أو بعدما كسر الصراع بين الشعب والحاكم حاجز الإرادات وصار صراع وجود. الأهم أن ملك المغرب أرفق كلامه بإصلاحات دستورية فورية تمنح السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة صلاحيات واسعة، وتجعل الحكم على نحو ما ملكية بنكهة دستورية، ثم أعلن عن انتخابات برلمانية. جرى ذلك سريعا وبجدية، في حين كان الربيع العربي يزداد عصفا سيتحول بفعل القمع إلى حروب مفتوحة أو ثورات مضادة ناجزة. نجت تونس بأقل الخسائر، في حين راحت ثورة مصر تتخبط في صراعها مع مراكز القوى الخفية والدولة العميقة. وبدا سريعا أن مبارك غادر الحكم جسدا وترك أرواح نظامه تقاوم. في حالات اليمن وليبيا وسوريا كان خيار الحكام وصفات دمار. القذافي سأل الثائرين من أنتم، حتى انتهى مقتولا بين أيديهم بعد شهور من الدماء. علي عبد الله صالح مسار مرير من المناورة والخداع حتى وصل الآن إلى الجدار الأخير. سوريا حيث أكثر الأنظمة قمعا على طريق جلجلتها ما تزال بشار الأسد الذي أنكر وجود ثورة وتنقل بين الطمس والتجاهل والسخرية، وأطلق أجهزة قمعه حتى النهاية. كلما زاد القمع كانت المطالب تزداد، من إصلاح النظام ومعاقبة المعتدين على أطفال درعا إلى إسقاط النظام كله بأي ثمن وبأي وقت. لقد نجح المغرب الذي تحكمه ملكية مستمرة منذ القرن ال17 في التقاط التحولات الكبرى. لم يتحول البلد الخاضع لملكية عمرها أكثر من قرنين إلى ديمقراطية تامة، لكنه على طريق الانتقال إلى الديمقراطية. الانتخابات تجري بشفافية، لم يتلبس الحكم جنون رهاب الإسلاميين، بل أنتج توازناته، وعين رئيس حكومة من حزب ذي خلفية إسلامية يشارك في الانتخابات يفوز ويخسر. تجربة جديرة بالتأمل وتعيد تصويب الاتهامات في من يتحمل أوزار البركان المنفجر الآن في المنطقة. إنه الفارق بين إدراك قوانين التاريخ والطبيعة وبين مواجهة حتميات التغيير بفلسفة تصف المعترضين بالجرذان والجراثيم.